يا مساء الفل. كلنا بنحتاج ماسك تنظيف وتبييض وشامل كل الأغراض وسريع كمان. النهاردة جايبه لكم ماسك هنستخدم فيه أبسط 4 مكونات ممكن تلاقيهم في الدنيا. 3 حبات من الأسبرين، معلقة قهوة، معلقة لبن بودرة، وشوية مية ورد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. في بولة فاضية هحط معلقة صغيرة من البن ومعلقة قدها من اللبن البودرة، اما الاسبرين فهدوبه بشويه ميه ورد وبعدين اضيفه عليهم. 3 حبات الاسبرين دول هضيف عليهم شويه ميه ورد عشان اعرف ادوبهم في الماسك بتاعي، وابدا اكسرهم كده لحد ما يدوبوا خالص. ممكن اسيبهم شويه لحد ما يدوبوا وبعد كده ابدا اخلطهم في ميه الورد. اتاكد ان الاسبرين داب كويس في الميه قبل ما اضيفه للخليط بتاعي. هنزل بالاسبرين بتاعي اللي بميه الورد على الخليط بعد ما دوبتهم كويس، وابدا اخلط كويس الاربع حاجات بتوعي مع بعض. طبعا ميه الورد هتعمل قوام كده جميل وريحه حلوه للماسك، والبن اكيد كلنا عارفين فوائده للبشره، وللي مش عارف هو مضاد اكسده حلو جدا وسكرابر ناعم قوي 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 للوش، ده في حاله ان احنا هنستخدمها على الوش. وبالمناسبه الماسك ده ينفع للوش وللايد، وبجد هو ماسك رائع وسريع، مفعوله سريع. ولبن البودرة طبعا مفيش احسن منه في التفتيح. هقلبه شوية وبعد كده هسيبه لحد ما قوامه يمسك في بعضه وابدا استخدمه على جلدي. ده شكل الماسك بتاعنا بعد ما خلصناه. تقل شوية، هبدا استخدمه بقطنة او بايدي او بمعلقة. هو بيعمل سكراب، معرفش انتوا سامعين الصوت، بيعمل سكراب وهو بيدهن، بجد مقشر وماسك جميل جدا. بس نصيحة، القهوة ما بنسيبهاش على بشرتنا اكتر من 3 دقايق علشان ما تغمقش البشرة. انا هسيبه لمدة دقيقتين وهغسله وهاجي اوريكم الفرق. دي ايدي بعد ما شطفتها. عايزة اقول لكم مش هتحتاجوا حتى تحطوا كريم بعدها، بجد ناعمة جدا وطرية. بس لو هتعملوه على وشكوا ما تعملوش سكراب لمدة طويلة او بحاجة عنيفة، لان القهوة لوحدها خشنة على البشرة، يعني بتقشر اوريدي. القهوة بتطلع زيوت بجد حلوة قوي، جربوه واستمروا عليه هتلاقوا فرق وهتلاقوا بياض وهتلاقوا نضارة لبشرتكم.